ازيكم؟ اهلا بيكم في قناه ريحانه. انا منى محمد. النهارده معانا ريفيو عن اولكر جديد. قعدت ادور عشان اجيب الاطعمه الجديده. اول حاجه الفكره عجبتني جدا. بصراحه من الاعلان. فقعدت ادور بقى وما كنتش لاقيه، بس لقيته الحمد لله. ف تعالوا بقى ايه نشوفه هو اصلا. طيب هو الفكره ان هو اولكر. اوكي. نسيت اقول لك احنا معانا الضيف الدائم في الريفيوهات اللي بالشكل ده. المهم. ف الفكره اللي مش عارف الاعلان ان اولكر عملت 3 نكهات جديده بالقهوه الاماراتي والبرتقال والقرفه المغربي وماء الورد التونسي. فالفكرة ان هم عاملين لكل بلد وحاطين العلم والاسم، ففكرة ظريفة ولطيفة. فتعالوا بقى ايه نجرب كده ونشوف ايه الدنيا. هنجرب الاول اللي بالماء الورد التونسي. ايوه ان شاء الله يعجبني. ان شاء الله يعجبني. انا بحب اولكر جدا يعني، واعتقد ده حلو قوي مع دخلة المدارس لانه هيديهم طاقة يعني ظريفة ولطيفة. تعالوا نشم الاول. ماشي، مش حاسه لا في الاخر كده. في الاخر كده ايه نكهه ميه الورد، يعني شم ريحه ميه ورد كده في الاخر. عادي، هو شكله زي الاوركر العادي. خدي يا رؤية دوقي. ندوق. الله مهم. حلو، احط عليه كراميل. بصوا، هو الفكره ان هو اوركر عادي بالطبع، بس عليه نكهه ميه الورد. الناس اللي بتحب نكهه ميه الورد في الاكل هتحب ده. انا مش قوي في القصه دي، مع اني بحب ميه الورد، بس مش قوي يعني، مش قوي في الاكل يعني، مش بفضلها. ندخل على بقى ايه القهوه الاماراتي. قهوه عربي. يلا نشوف. متحمسه لده شويه لاني بحب القهوه، فمش عارفه هيبقى هيعجبني ولا لا. لا فنشوف برضو الدنيا، نشمه كده. اه ايوه، هو ده ريحته قهوه. ده ريحته قهوه. يلا نشوف. نديكي من ده ولا ايه؟ عشان قهوه. خدي حته صغنونه. ايوه، هو ده الكلام. ده عجبني اكتر. ولا عجبني. مم. ده حلو ده. يعني ذوقي عجبني، لطيف بالنسبه لي. وده اصعب بالبرتقال. شوف بقى ده. نشرب ميه بس نضيع الطعم. بس كده. فين؟ بالبرتقال والقرفه المغربي. يلا بينا. مش الذوق. لا القرفه ضربت في مناخيري على الاخر. يلا. بص، هو شكله هو مفيش اختلاف في الشكل، بس النكهات بقى. تعالي. ممكن في الثلاجه بس. ايوه، دوق معاه. فجأة حلوة. بصوا، اقول لكم بالظبط. هو حلو مش وحش طبعا، بس الناس برضه بتحب القرفه. اول حاجه هتشمها وتيجي بقك هي القرفه. بعد كده، بعد ما تمضغ البسكوته كده وتاكلها، هتحس بالبرتقال. ده بالظبط الوصف، يعني ايه. ماشي. الناس اللي بتحب القرفه قوي هتحب اللي هو البرتقال والقرفه مع بعض. بس على فكره البرتقال والقرفه يعني ميكس لذيذ. ماشي. طبعا احنا عامل مشترك بينا التمر اكيد. بالترتيب بقى اللي عجبني يعني ايه، نعملهم كده نرقمهم بالنسبه لي يعني. اقل حاجه التونسي، او مش هنقول التونسي يعني، اللي هو ميه الورد، عشان انا ما بحبش ميه الورد في الاكل، مش ذوقي يعني. بس في ناس بتحب طبعا تحط ميه ورد فهيحبوا ده. طيب، ده بعد كده القرفه والبرتقال تاني مركز يعني. اخر حاجه بقى
او اول مركز بالنسبه لي يعني اللي بالقهوه الاماراتي، لانه حلو يعني حلو قوي. وعلى فكره فكره ان التمر يبقى معاه قهوه، اصلا ده بيتقدم تمر مع القهوه في البلاد العربيه والخليجيه وكده، فالميكس ده حلو يعني هيعجبكم جدا جدا. انا اسفه عشان عندي شويه برد. وبس ده كان فيديو النهارده، يا رب يعجبكم. شايفه ان هي فكره حلوه من شركه اولكر. اعملوا لايك عشان رؤية من شركه اولكر، ان مع دخلة المدارس يعملوا اطعمه جديده، فهو لذيذ نديه للاولاد، بس بلاش بقى اللي بالقهوه نديهم الحاجات التانية. وبس يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم. بليز اعملوا الفيديو ده لايك وشير واعملوا سبسكرايب للي اول مره يشوفني، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. باي باي.